السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هواة أمينة. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كاطو كلاصي اللي كيجي أكثر من رائع، بحال اللي كيتباع في المحلات، بمكونات اللي هي بسيطة وبطبقة كريمية. وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء. دابا نخليكم على المكونات والطريقة ديال التحضير. على بركة الله. عندي هنا بول غادي نهرس فيه واحد الحبة ديال البيض بدرجة حرارة الغرفة، وغادي نضيف واحد الساشية ديال الفانيلا للتنسيم، وغادي نضيف كذلك قبصه ديال الملحه، وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، ما يعادل 40 غرام ديال السكر سنيده. صافي، وغادي نخلط الكل جيدا حتى تنسجم لينا العناصر. غادي نخلطو مزيان مزيان. ومن بعد غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، ما يعادل 20 غرام ديال الزيت. وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الحليب اللي وضعت فيهم واحد المعلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان. صافي، وغادي نخلطهم مزيان وغادي نوضعهم الخليط. وهنا غادي نضيف واحد الساشيه ديال الكاكاو، وغادي نخلط الكل جيدا. وهنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال اللوز المطحون. بالنسبه للمعالق ضروري يكونوا عامرين. صافي، وغادي نخلط المكونات جيدا. بالنسبه للوز كيعطي واحد الهشاشه لهذا الجينواز ديالنا. ودابا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الدقيق. وهنا كنخلطوا المكونات ديالنا غير بالمهل باش ما نهبطوش داك البيض اللي جا طلعنا. على هذا الشكل هذا كنضيفوا الدقيق ديالنا على دفعات وحنا كنخلطوا. وفي الاخير غادي نوضع واحد المعلقه صغيره ديال الخميره بيكنج باودر كاخر مرحله. وغادي نخلط الخليط ديالي بواحد سباتيلا من الاسفل الى الاعلى باش ما كنهبطوش داك البيض اللي جا طلعنا. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه ديال الجينواز اللي حضرت معكم. وهنا خديت واحد الاطار اللي غلفته بالورق ديال الزبده للقياس ديال 21 سنتيم على 21 سنتيم، وغادي نفرغ فيه الخليط ديال الجينواز. وهنا غادي ندخل الجينواز ديالي الفران اللي ديجا مسخناه من الفوق ومن التحت. المهم بالنسبه للطياب ما تفوتش 10 دقائق في الطياب ديال الجينواز باش كتجي خفيفه وما كتجيش ناشفه. وغادي نحاولوا نقادوا الجينواز ديالنا مزيان بواحد سباتيلا باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. كنقادوها مزيان. ودابا غادي نحضر معكم الطبقه المقرمشه اللي كتكون من 100 غرام ديال الفيتين اللي درته في انفري حتى تحمر. يمكن لكم ديروا غير في المقله. و50 غرام ديال شوكولا غيش اللي دوبته في الباماغي كتلقات مع معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه نوعيه ممتازه. كما كتشوفوا الشكلاط ديالنا كيجي على الشكل هذا فاش وضعناه في الباماغي. دابا غادي نضيف 50 غرام ديال البخانيني. صافي، غادي نعاود نديرهم عاوتاني في الباماغي باش كيطلقوا مزيان وكيذوب داك الشكلاط والبخانيني. وهذا هو الشكل ديال جينواز، كيجي خفيف وهشيش وكيجي اسفنجي، كيجي روعه روعه في المذاق ديالو وحتى في القوام ديالو. هنا غادي نزول الاطار كما كتشوفوا، وغادي نوضعه في الصحن ديال التقديم باش نوضع عليه الطبقه المقرمشه. بالنسبه للطبقه المقرمشه غادي نفرغوا عليها الخليط ديال الشوكولا والبخانيني.
وغادي نوضعوها على الجينواز كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. نحاولوا نقادوها مزيان من جميع الجوانب. بالنسبه للطبقه راه كتعطي واحد الكروكو اللي هو زوين في الكاطو ديالنا. صافي غادي نحاولوا نليسيوها مزيان باش كتقبض في راسها. وهنا غادي نوضح الحبات ديال اللوز اللي قسمتهم على جوج، كنوضعهم بالعشوائيه على الشكل هذا كيعطيو واحد الكروكو اللي هو زوين في الكاطو ديالنا. بالنسبه للوز اختياري. صافي كنحاولوا نثبتوه مزيان بالملعقه. ودابا غادي نغطي الكاطو ديالي بواحد البلاستيك غذائي وغادي نوضعو في المجمد باش كيقبض راسو واحد شويه. وغادي ندوزو نحضروا طبقه ديال الكريمه. هنا غادي ندوزو نحضروا لاموس ديالنا. كنحتاجو 2 وريقات ديال الجيلاتين غادي نرطبوهم في الماء اللي يكون بارد. وبالنسبه للكريمه الانجليزيه غادي نحتاجو 2 صفار ديال البيض، وغادي نسمهم بواحد الساشيه ديال الفانيلا و40 غرام ديال السكر حبيبات. وهنا غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان بالخلاط اليدوي حتى يتفتح لينا اللون ديال البيض. كتخلطوا بالخلاط اليدوي او الكهربائي، المهم على حساب اللي متوفر عندكم. وهنا في كاسرونه غادي نضيفوا واحد الكاس ديال الحليب بالعباره الكاس ديال العنبه، وغادي نضيفوا 40 غرام ديال السكر حبيبات، ومباشره غادي نوضعهم على النار حتى كيدفى لينا الحليب مزيان. وهنا كنزيد الحليب اللي ديجا سخنته مع السكر، كنفرغو غير بشويه باش ما كنطيبوش داك البيض اللي ديجا ضربنا. صافي حنا كنفرغوا الحليب ديالنا وحنا كنخلطو حتى كتنسجم لينا العناصر مزيان. وهنا غادي نرجع الكريمه ديالي للكاسرونه وغادي نديرها على النار اللي هي مهيله. صافي وانا كنخلط كنحركها مره. وهنا كتكون الكريمه الانجليزي ديالنا واجده. وباش كنعرفوها انها صدقات كنهزوا واحد المعلقه كنديروها في الكريمه الانجليزيه. وإلا ما تلقاوش الخطين في الوسط ديال الكريمه يعني ان الكريمه ديالنا الانجليزيه واجده. صافي وهنا غادي نضيفوا الجيلاتين من بعد ما عصرناه مزيان. صافي وكنخلطوه مزيان المكونات ديالنا حتى كيذوب الجيلاتين. وهنا غادي نقسموا الكريمه الانجليزي ديالنا على جوج باش كنحصلوا على جوج نكهات. كنعبروهم في الميزان تقريبا 180 غرام في كل زلافه. وهنا غادي نكهو الكريمه ديالنا بجوج نكهات. بالنسبه للكريمه الاولى غادي نوضع فيها البخانيني تقريبا 100 غرام ديال البخانيني. غادي نحركو مزيان مع الكريمه حتى كينسجم على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للكريمه الثانيه غادي نكهوها بالشكلاط اللي ديجا ذوبته في الباماغي. غادي نخلطو مع الكريمه مزيان حتى كينسجم. وهنا غادي نرجع الكاسرونه باش نخلط الكل جيدا. صافي هنا كما كتشوفوا كنكونوا حصلنا على جوج نكهات ديال الكريمه، وحده بالبخانيني وحده بالشكلاط. صافي وغادي نخليهم جانبا. وهنا خديت 180 غرام ديال الكريمه ديال هولالا غادي نطلعها مزيان بالباطور. هاد الكريمه هذه ما كتحتاج سكر كتكون حلوه. صافي كنحاولوا نطلعوها مزيان على هذا الشكل هذا. وهنا غادي نفرغ الكريمه ديال الشكلاط على الكريمه ديال هولالا من بعد ما طلعتها. صافي وكنخلط بواحد السباتيله. كنخلطو من الاسفل الى الاعلى باش ما كنهبطوش ديك الكريمه اللي ديجا طلعنا. كما كتشوفوا كتجي الكريمه ديالنا على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نفرغ الكريمه ديالي على طبقه ديال البسكويت الطبقه المقرمشه وغادي نحاول نقادها مزيان. وهنا غادي ندخلوا الحلوه ديالنا المجمد تقريبا ساعه حتى كتقبض راسها مزيان. ومن بعد غادي ندوزو نديرو الطبقه الثانيه. هنا كنقادو الكريمه ديالنا مزيان على هذا الشكل هذا باش كتجي واحد الطبقه اللي هي مقاده.
وغادي نغطي الكاطو ديالي بالبلاستيك الغذائي قبل ما ندخلو المجمد حتى كيبرد مزيان. هنا غادي ندوزو نحضروا الطبقه الثانيه ديال الكريمه ديال البخانيني بالنكهه ديال البخانيني كما كتشوفوا بنفس الطريقه. كنطلعوا الكريمه ديالنا مزيان بالخلاط الكهربائي وكنضيفوا البخانيني اللي ديجا وجدناه بارد. صافي كنحاولوا نطلعوه مزيان بهذا الخلاط حتى كيجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نفرغ الطبقه ديال البخانيني على الطبقه الاولى ديال الشكلاط. كما كتشوفوا كتجي واحد الكريمه اللي هي خفيفه وبنينه، كنتمنى تجربوها. صافي وهنايا كنحاولوا نقادوا الكريمه ديالنا مزيان باش كتعطي واحد السطح اللي هو مستوي. صافي وغادي ندخلوا على المجمد تبات ليله كامله. وهنا من بعد ما بردات الحلوه ديالي ليله كامله غادي نفرغ عليها الكلاصاج اللي حضرته ديجا. الكلاصاج كيتكون من 200 غرام ديال السكر سنيده و100 غرام ديال الماء، درتهم في كاسرونه على عافيه اللي هي مهيله. ومع التحريك المستمر غير كنشوفوا الفقاعات كيتكونوا في الجوانب. صافي كنزولوا الكاسرونه وكنضيفوا تقريبا 100 مليلتر 100 غرام ديال الكريمه السائله مع 9 غرام ديال اوراق الجيلاتين، تقريبا 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين. صافي وكنخلطوا الكل جيدا وكنضيفوا 150 غرام ديال الشوكولاته السوداء، يمكن لكم تستعملوا الشوكولاته بالحليب. صافي كنميكسيو الخليط ومن بعد كنصفيو الكلاصاج ديالنا وكنخليوه حتى كيبرد. وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا كيجي واحد الكلاصاج اللي هو لامع. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو اللي شاركت معكم اليوم. كيكون راقي في الشكل ورائع في المذاق، طبقات اللي هي متماسكه ولذيذه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوه، وما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. والى فيديو قادم ان شاء الله.